يا مجرد حلم حياة، احلم ده الحلم طوق نجاة، احلم ده الحلم يا مجرد حلم حياة، احلم ده الحلم طوق نجاة. حارب لاجل الوصول، واللي يصبر ينول. بكره يطلع الليل مهما الليل يطول، بس بغير ربك اوعى تكون مشغول. اعزائي المشاهدين، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج حلم حياه. حلقتنا النهارده حلقه مختلفه، حلقه متميزه، هنتكلم فيها عن المواهب الشابه في الانشاد الديني، وهنتكلم عن الصعوبات اللي بتواجههم، وهنتكلم عن دور الاهل في تنميه المواهب ودور السوشيال ميديا مع ضيفتي اللي مشرفاني ومنوراني، المنشده المعجزه، المنشده صاحبه الصوت الجميل هاجر حماده وعيد من مشاهير السوشيال ميديا. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. شرفت نورت برنامج حلم حياه. نور حضرتك والله. قبل ما نتكلم وقبل اي حاجه، عايزك ايه تفتتح كده اللقاء بانشوده جميله تكوني بتحبيها. تمام. اتفضلي. على المدينة وعلى المدينة، يا رب نصلي في مسجد نبينا، يا رب نصلي في مسجد حبيبنا، فهو الشافع للمؤمنين. على المدينة وعلى المدينة، يا رب نصلي في مسجد نبينا، يا رب نصلي في مسجد حبيبنا، فهو الشافع للمؤمنين. يا أرض الحجاز رملك نادانا، جينا وقلوبنا للشو سبقانا، يا أرض الحجاز رملك نادانا، جينا وقلوبنا للشو سبقانا، ملعونة دنيا كانت واخدانا، محروسة والله أرض المدينة. على المدينة وعلى المدينة، يا رب نصلي في مسجد نبينا، يا رب نصلي في مسجد حبيبنا، فهو الشافع للمؤمنين. لا قرابة تجمع ولا تنفع، ده ربك وحده يخفض ويرفع، لا قرابة تجمع ولا دنيا تنفع، ده ربك وحده يخفض ويرفع، ورسولنا أخبر إنه هيشفع، ده اللي من حظه يموت في المدينة. على المدينة وعلى المدينة، يا رب نصلي في مسجد نبينا، يا رب نصلي في مسجد حبيبنا، فهو الشافع للمؤمنين. ده القلب طاير من الفرحة طاير، مستعجل يوصل أرض البشاير، ده القلب طاير من الفرحة طاير، مستعجل يوصل أرض البشاير. يا كل إنسان في الدنيا حاير، ما هتلقى راحتك غير في المدينة. على المدينة وعلى المدينة، يا رب نصلي في مسجد نبينا، يا رب نصلي في مسجد حبيبنا، فهو الشافع للمؤمنين. الله، جميل جدا، بسم الله ما شاء الله. يعني حاجه جميله وفي سن صغير وانت بالجمال ده، لا حاجه جميله جدا. عايزك تقول لنا بقى يا هاجر، بدايتك مع الانشاد جت من امتى ومين شجعك؟ جت من وانا في الابتدائي. كنت بغني في الاذاعه المدرسيه، وكان المدرسين بيشجعوني دايما، واصحابي كانوا دايما بيقولوا صوتك جميل وكده، فانا حبيت ان انا اظهر الموهبه وان انا استمر في مجال الانشاد الديني. تمام، يعني البدايه جت ان الاهل كانوا بيشجعوكي مثلا، ولا انت اكتشفت الموهبه في نفسك، ولا مين اللي اكتشف في نفسك الموهبه او اكتشف فيك الموهبه بحيث انك ايه بدات تطلعي في الاذاعه المدرسيه وتقولي؟
هو انا بابا اكتشف فيها الموهبه وانا في 5 ابتدائي، فحب ان هو يظهر الموهبه بتاعتي، فكان دايما بيحب يسمعني وانا بغني وكده. فجيت اشتركت في حفلات كتير وكنت بقدم انشاد ديني دايما، فبابا هو اللي خلاني احب المجال ده. تمام. يعني اول حاجه جت من الاهل، الاهل اللي بيشجعوك اه. وبيدعموكي. وبصراحه يعني انا شايف ده، حضرتك النهارده انت جايه من جنوب سيناء، اه. صح؟ يعني سفر وتعب وعناء، ومع ذلك يعني ابوكي وام حضرتك جم مثلا وتعبوا جدا في السفر. طيب اه. هل جنوب سيناء شايفه انك انت مثلا السفر فيه تعب بالنسبه لك، او شايفه ان موهبتك متاثره بسبب انك بعيده مثلا في محافظه اه. بعيده زي جنوب سيناء؟ اه. السفر بيأثر ان انا لو كنت ساكنه قريب هنا من الاستوديوهات اللي انا بسجل فيها وكده، انا كنت هسجل دايما. بس السفر بيأثر ان السفر بعيد قوي، احنا في جنوب سيناء واحنا بنيجي هنا القاهره بيبقى بعيد جدا يعني عننا، فده بيأثر في المجال بتاعي وكده. يعني شايفه اه. لو انت في القاهره مثلا فهتبقى ايه، هيبقى اسهل توصلي ليا. موهبتك بسهوله. اه. تمام. في صعوبات بتواجهك يعني غير مثلا السفر تانية؟ ما اعتقدش، لا مفيش اي صعوبات. يعني ما فيش اي صعوبات بتواجهك مثلا ما تيجي مثلا تسجلي حاجه، تعملي حاجه، ما فيش اي حاجه بتواجهك خالص؟ هو انا ممكن اتوتر، اللي هو مم. ايه، ابقى خايفه، مم. بس هو ده اللي بيقابلني، بس بيعدي يعني. تمام. المدرسين قلت لي في البدايه انهم بيشجعوكي، اه. تمام. طيب شايفه بيبقى في معامله خاصه ليكي مثلا عشان انت منشده متميزه والكلام ده، ولا لا؟ هو في اللي هو انا منشده دينيه وكده، مم. فانا المعامله بتتغير مع شخص لشخص وكده، مم. فبتختلف. طيب من وجهه نظرك ايه بيميز منشد عن منشد تاني؟ طريقه اللقاء وصوته طبعا، حسب من اللقاء اللي هو بيقدمه بجراءه وكده، هو ده اللي بيميز المنشد، صوته وكده. تمام. يعني طريقة الإلقاء اه. والموهبة بتاعته هي اللي بتميز إيه اه. المنشد عن منشد تاني. اه. تمام. طيب هل المنشد بيطور من نفسه مثلا بالدراسة، ولا الموهبة لوحدها تكفي؟ لا، هو الاتنين عادي، بس يهتم بالاتنين. تمام. لو قلت لك محضر لنا إيه تاني هتسمعينا إيه؟ المسكوفاح. اتفضلي. المسك فاح، المسك فاح، لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح، النور لاح، لما حضرنا أبا الزهراء. المسك فاح، المسك فاح، لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح، النور لاح، لما حضرنا أبا الزهراء. أشكل من وجد حالي، الله الله، وأقول مين النبي غالي، الله الله. أشكل من وجد حالي، الله الله، وأقول مين النبي غالي، الله الله. إيه اللي غير أحوالي غير الغرام برسول الله؟ المسك فاح، المسك فاح، لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح، النور لاح، لما حضرنا أبا الزهراء. يا صاحب القبة الخضراء، الله الله، هل علينا بالنظرة، الله الله. يا صاحب القبة الخضراء، الله الله، هل علينا بالنظرة، الله الله. هز الهلال يا أبا الزهراء، واعطي لكل محب مناه. المسك فاح، المسك فاح، لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح، النور لاح، لما حضرنا أبا الزهراء. جميل جميل جدا. يعني حاجة روعة بصراحة، حاجة ممتازة جدا. أنت من مشاهير السوشيال ميديا، تمام؟ اه. وملقبة باسم المنشدة المعجزة. عايز أعرف منك مين اللي جاب لك لقب المنشدة المعجزة؟ ليه لقبتي بالمنشدة المعجزة؟
وكمان ازاي قدرتي تبقي من مشاهير السوشيال ميديا يعني في فتره مثلا بسيطه او في سن صغير زي ده؟ اللي لقبني بالمنشدة المعجزة ان انا كنت بقدر على الانشاد وكنت في اغاني وكان بتبقى بيقول لي صعب عليكي وكده، فانا كنت بقدر عليها وكنت بقدمها بشكل ممتاز يعني. فهو ده اللقب، هو ده السبب اللي خلاني يلقبوني بالمنشدة المعجزة. فاللي تمام. خلاني لا اتشهر على السوشيال ميديا بفترة قصيرة وكده ان انا كنت مهتمية بالمجال، كنت مهتمية بمجال الانشاد الديني وكده، وكنت بنزل باستمرار. تمام، يعني انك انت بتنشري على طول. اه طيب هل هو كل واحد ممكن ينشر على طول يشتهر ويبقى من المشاهير، ولا لازم في شروط لا معينه؟ بتفرق، لا هو لو كنت الحاجة بتختاري دي المحتوى مميزة بعنايه؟ وعجبت المعجبين بيها وكده، لا هي دي ممكن توصل بسرعة مم. على حسب بقى. طيب الحاجة اللي بتنزل لازم يبقى لها مثلا مواصفات معينة في التصوير في التسجيل، ولا ممكن الواحد يعمل حاجة بسيطة بالموبايل تعلم؟ لا هي لازم تكون حاجة مميزة علشان تنجح بسرعة. مم. شايفة مواهب الإنشاد الديني واخدين حقهم زي أي مواهب تانية؟ لا مش شايفة كده خالص، أنا شايفة يعني في أغاني ما تستحقش الدعم وكده بيجي لها دعم أكتر من المواهب الإنشاد الديني. مم. فأنا شايفة إن الإنشاد الديني لازم يكون فيه دعم أكتر. تمام، يعني شايفة إن الإنشاد الديني مظلوم وسط المواهب التانية. اه طيب بخصوص إن في حاجات تانية بيجي لها دعم أكتر، مم. محدش في يوم من الأيام قال لك مثلا بدل ما أنت بتنشدي غني أو حاجة زي كده؟ هو كان في من صحابي وكده، مم. بس انا لا انا عجبني فكره الانشاد الديني وحاجه جميله قوي بمدح سيدنا النبي. عليه افضل الصلاه والسلام. يعني انت بتحبي الانشاد الديني، اه ما عندكيش اي استعداد انك تغيريه، لا وطبعا ما ينفعش يعني ما لا ينفعش انك انت تبدلي يعني الانشاد الديني بالاغاني طبعا. اه يعني ما فيش فكره خالص في دماغي. فانت لو هتقولي لهم رساله مثلا او هتقولي لهم حاجه هتقولي لهم ايه؟ احب اقول لهم ان هم يعني فكره الانشاد الديني دي حاجه حلوه قوي، ويا ريت كله يهتم بيها. ده حاجه عظيمه جدا ان احنا بنمدح سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ودي حاجه جميله جدا وشرف ليا ان انا بانشد لحبيبي سيدنا النبي. عليه افضل الصلاه والسلام. السوشيال ميديا شايفاها فتحت باب للمواهب ما كانش موجود زمان؟ اه يعني لو ما كانش فيه السوشيال ميديا دلوقتي ما كان كانش في يعني في مواهب كتير ظهرت غير الانشاد، في حاجات تانية كتير آه، اتشهرت بسبب السوشيال ميديا وكده. يعني السوشيال ميديا دلوقتي اي اه حد موهوب حتى وهو قاعد في بيته يقدر اه ايه يقدر يتشهر هو ببيته. يوصل الرساله بسهوله. اه طيب انت في سن صغير اه ومحتاجه تهتمي بالدراسه، هل اه بتقدري توفقي بين الدراسه وموهبتك بدون ما تظلمي مثلا موهبتك ولا تظلمي الدراسه؟ اه انا ازاي؟ بهتم اللي هو عامله وقتي ظابطه الوقت، مثلا انا بذاكر وكده اليوم معايا طويل فانا بذاكر ودروسي وكل حاجه وبنشد مع الوقت برضه. تمام. لو تسمعينا حاجه تانية تسمعينا ايه؟ وخدوني والله معاكم. اتفضلي. وخدوني والله معاكم يا زوار النبي، أنا نفسي أزور وياكم وأصلي على النبي. وخدوني والله معاكم يا زوار النبي، أنا نفسي أزور وياكم وأصلي على النبي. وخدوني معاكم صحبة، ده أنا نفسي أزور الكعبة. وخدوني معاكم صحبة، ده أنا نفسي أزور الكعبة. يدي تمسك شباكه، ده غرامي ومطلبي. وخدوني والله معاكم يا زوار النبي، أنا نفسي أزور وياكم وأصلي على النبي. وخدوني والله معاكم يا زوار النبي، أنا نفسي أزور وياكم وأصلي على النبي. وخدوني معاكم صحبة، ده أنا نفسي أزور الكعبة. وخدوني معاكم صحبة، ده أنا نفسي أزور الكعبة. يدي تمسك شباك وده غرامي ومطلبي. وخدوني والله معاكم يا زوار النبي، أنا نفسي أزور وياكم وأصلي على النبي. وخدوني والله معاكم يا زوار النبي، أنا نفسي أزور وياكم وأصلي على النبي. حقق يا رب مرادي،
أزرنا بنا الهادي حقق يا رب مرادي. أزرنا بنا الهادي أنا وبيتي وحياتي فدا سيدنا النبي. وخدوني والله معاكم يا زوار النبي. أنا نفسي أزور وياكم وأصلي على النبي. وخدوني والله معاكم يا زوار النبي. أنا نفسي أزور وياكم وأصلي على النبي. الجمال ده، ايه الحلاوه دي؟ طيب احنا قلنا ان اهلك شجعوكي وفي المدرسه شجعوكي وزمايلك شجعوكي، كل دول شجعوكي. اه مفيش حد في لحظه من اللحظات كده انتقدك مثلا قال لك محتاجه شويه او هاجمك او الكلام ده ولا لا؟ لا طيب شايفه ممكن لو حد انتقدك وقال لك كلمه سلبيه ممكن تاثر فيك؟ يعني انت دلوقتي كل اه. الناس متعوده انها بتشجعك وبتقول لك جميل وحلو، اه جه واحد قال لك يا هاجر انت مش حلوه في الانشاد قوي، هل الكلمه ديت ممكن هتأثر. تحبطك؟ اه هي هتأثر امم فعلا هتأثر. فعلا هتاثر. هو للاسف هو كلامك سليم، احنا للاسف الشديد عندنا مشكله، لو 1000 كلمه اتقالت لينا حلو ممكن نركنهم على جنب كده وناخد وناخد الوحشة لو وتأثر كان فينا. وتأثر فينا. اه. عشان كده يعني يا ريت لما حد يجي يقول كلمة لحد يراعي شعور الشخص، هو هيقول له كلمة سلبية ولا إيجابية، هل الكلمة ديت هتأثر في الشخص إزاي؟ أنا دلوقتي لو قلت كلمة سلبية لحد هل هي هتحبطه وهتجني عليه ولا هتعمل فيه إيه؟ ولو قلت كلمة إيجابية هل الكلمة دي هتشجعه؟ طبعا الكلام الإيجابي دايما بيشجع وبيحفز، أما الكلام السلبي في أوقات بيقتل الشخص. فعشان كده يا ريت نبقى عندنا رحمة ببعض ونقول كلام كويس لبعض وكلام محفز لبعض، نجبر بخاطر بعض بلاش نكسر بخاطر بعض. عايز أعرف منك دور أصول الثقافة معاكي. أنت اه. قلت لي إنك عملتي حفلات وخدتي مسابقات والكلام ده، اه. هتكلمينا على الحفلات بس بعد ما أعرف دور أصول الثقافة معاكي. هل أنت دلوقتي أصول الثقافة متعاونة معاكي؟ الأستاذ أحمد فريج حابة أشكره جدا. كان بيدعمني جدا في مجال الإنشاد الديني وكان واقف دايما جنبي. وأستاذ رأفت يوسف ده المدرب بتاعي كده، كان دايما بيقف معايا في المجال ده وكان بيشجعني في كل حاجة. والسيد اللواء خالد فودة حابة أشكره جدا برضو. بيقف مع جميع المواهب، يعني مش مجال الإنشاد بس، مع كل المواهب. حابة أشكرهم جدا، بيقفوا معانا في كل حاجة. يعني انت بتوضحي وتوصلي ان اصول الثقافه لا متعاونه معاكي اه وبتلاقي دعم منهم. بشكل جيد. اه. جميل جدا. ليكي حفلات وقلت لي في الكواليس وشفت بعض الفيديوهات ان اه. ليكي حفلات، عايزك تقولي لنا اول حفله بالنسبه لك يعني كان احساسك ايه؟ هل كان في رهبه ولا كان في انجذاب؟ ولحد دلوقتي لما بتقفي على المسرح هل في رهبه ولا راحت؟ لا هو لما اول حفله انا استضافوني فيها وكده، هي كانت حلوه وفيها مواهب كتير جدا، بس في الاول ما كانش فيه اهتمام زي دلوقتي. امم يعني شايفه دلوقتي الاهتمام اه. اكتر. تمام. ايه المسابقات اللي انت خدتيها او اللي فزت بيها؟ مجال الانشاد الديني كده، انا كنت بدخل في مسابقات كتير قوي وكنت باخد مراكز، وكنت بروح حفلات، وكان المشاهدين كانوا بيعجبهم صوتي وكده، وكانوا بيقولوا ان صوتي جميل، وكانوا بلاقي تشجيع منهم وكده. تمام. يعني دخلت مسابقات وخدت فيها مراكز اولى اه. والكلام اه. ده كله، فايه اتشجعتي اكتر هو من ده اللي هنا. خلاني اتشجع في المجال. تمام. ايه المشروع اللي ممكن تبقي تشتغل عليه في الفتره الجايه؟ يعني مثلا حابه مثلا تنشدي ايه معين او حاجه تبقى خاصه بيكي؟ انا هستمر في مجال الانشاد الديني. تمام. يعني ما بتفكريش مثلا تجهزي انشوده تبقى خاصه بيكي مثلا معينه مثلا تقوليها او الكلام ده؟ انا جهزت. بس. تمام. كلمينا عن الحاجات الخاصه بيكي. انا عملنا اغنيه جديده بس وطني. مم. دي هتنزل ان شاء الله بعد العيد. تمام. عن الحرب وكده. هتنزل. تمام. يعني انت ليكي حاجات خاصه بيكي ولكن ايه لسه ما نزلتش، هتنزل ان شاء الله بعد العيد. يعني انت مش بتقتصري على الحاجات اللي هي موجوده، لا انت عندك حاجات خاصه وهتنزليها. تمام. طيب لو هتسمعينا حاجه تانية هتسمعينا ايه؟ يا ابرار. اتفضلي. يا أبرار صلوا على المختار سيدنا محمد اللي ليه الكون بيشهد هو نور عيني بالصلوات
تنزل البركات والنول منانا، لو ذكرنا الهادي ياما صلوا عالزيني. يا أبرار صلوا على المختار سيدنا محمد اللي ليه الكون بيشهد هو نور عيني. بالصلوات تنزل البركات والنول منانا، لو ذكرنا الهادي ياما صلوا عالزيني. انت جاهي عز وكياني والحبيب مفيش حبيب تاني، انت ليا كل اوطاني عمري وسنيني. انت جاهي عز وكياني والحبيب مفيش حبيب تاني، انت ليا كل اوطاني عمري وسنيني. يا محبين صلوا على ياسين ده الغالي والله، نفسي اصلى انا في المصلى شوقي وحنيني. يا محبين صلوا على ياسين ده الغالي والله، نفسي اصلى انا في المصلى شوقي وحنيني. مش بنساك ده انا حياتي فداك يا حبيبي يا سيدي، انت دم بيجري في ايدي انت عنواني. يا ابرار صلوا على المختار سيدنا محمد اللي ليه الكون بيشهد هو نور عيني. بالصلوات تنزل البركات والنول منانا، لو ذكرنا الهادي ياما صلوا عالزيني. جميل جدا جميل. حلمك ايه يا هاجر؟ تحلمي بايه؟ هو انا حلمي من وانا صغيره انا نفسي اطلع دكتوره. نفسك تطلعي دكتوره يعني؟ اه. يعني مش سايبه الايه الدراسه، لا ومهتمه وحابه تكوني دكتوره. اه. مش بتضحي بالدراسه على حساب ايه، مش بتضحي بموهبتك على حساب الدراسه. اه. تمام. لا جميل جدا، وان شاء الله تحققي كل اللي بتتمنيه. لو هتوجهي رساله لحد، هتوجهي رساله هتقولي فيها ايه؟ انا عايزه اوجه رساله لاغلى حد عندي اللي ساندني طول عمره، هو بابا. تمام. اتفضلي لو حابه تقولي حاجه. أبي أنت نور جرى في دمي، وخير الشداب الضياء في فمي، فإني إليك أبي أنتمي، فأنت سعادة للعالمين. أبي أنت ورد يفوح العطور، وحسن يباهي جميع البدور، فأنت ضياء في الفؤاد ونور. عليك السلام إلى الصالحين، ومن مثل قلبك حن إلي، فكم قد صببت الجمال علي، فوجهك أصبح ركنا علي، به نلت خير دنيا ودين. أبي أنت نور جرى في دمي، وخير الشداب الضياء في فمي، فإني إليك أبي أنتمي، فأنت سعادة للعالمين. سعادة عمري في قربه، وفرحة عمري في حبه، أبي جنة في هدى الفائزين، فمنه تعلمت فرض الصلاة، فكان إمام لكل الدعاء، فبلغه يا رب كل منى، بصحبة خير مع المرسلين. أبي أنت نور جرى في دمي، وخير الشداب الضياء في فمي، فإني إليك أبي أنتمي، فأنت سعادة للعالمين. جميل جميل جدا، والحلقه كانت معاكي جميله جدا، وبشكرك وشرفتينا ونورتينا في برنامج حلم حياه المنشده المعجزه هاجر حماده وعيد، وان شاء الله لنا حلقات قادمه ان شاء الله. وبجد كانت الحلقه جميله ممتعه. حابه تقولي اي حاجه قبل ختام الحلقه؟ لا. تمام، شرفتينا ونورتينا. اعزائي المشاهدين كنتم معنا في برنامج حلم حياه، وانتظرونا ان شاء الله في الحلقات القادمه.
وقد هل نور